بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود من قناة فضفضة مع مستر محمود. العين يا حضرات، الحسد، الحفاظ على النعمة، كتمان الأسرار، الحفاظ على الأولاد، الحفاظ على البيوت، الحفاظ على المال. في ناس ما بتحبش الخير للناس، في ناس ما بتحبش الخير يعم على الناس. يوسف شاب مصري من القليوبية كان بيحلم انه يربي نعام، واهله قالوا له مين اللي هياكل نعام؟ النعام لحمه غالي وتربيته محتاجة مكان ومحتاجة مصاريف. لكن الشاب يوسف كان عنده أمل وكان عنده حلم يحققه وحققه، ووصل إن هو بقى عنده مزرعة يكفي إنتاجها لمصر، وكمان يكفي إنتاجها للتصدير، وبقى مصدر للحم النعام، وبقى رجل أعمال في سن صغيرة، وبقى على السوشيال ميديا يعرض النعام بتاعه ويعرض المنتجات ويفتخر بأن هو أصغر مربي ومصدر للحم النعام. توفى يوسف بالأمس من 9 ساعات، توفى في حادث رهيب جدا في طريق بنها القليوبية أو طريق بنها مصر، وتهشمت سيارته نهائيا، ويكاد يكون طلع يا الله أعلم رحمة الله عليك يا يوسف. لكن كلامي وفضفضتي اليوم مع حضراتكم يا حضرات، داروا على قضاء حوائجكم بالكتمان. مش كل واحد يعرض كل حاجة على الشاشة، في واحد يحب الخير وفي 10 يكرهه. رحمة الله عليك يا يوسف، وربنا يا رب يعوض أهلك خير ويرزقك الجنة ونعيم الجنة. وتحياتي لحضراتكم، محتاج تعليقاتكم على هذا الفيديو. معكم مستر محمود عبد المحسن دائما في قناة فضفضة، ولا تنسوا قناتي الرئيسية مستر محمود عبد المحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.